السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل مخلل الخيار بطريقة كده جميلة وحلوة، ومخلل الخيار كده اللي بيعيش معانا، مش اللي هو بيستوي كده بسرعة. معانا طبعا حاجات بسيطة، معانا خيار منقينه كده صغير، ممكن تجيبيه أصغر من كده بس الحجم ده كده متوسط. معانا ملح هناخد منه كده على قد ما احنا عايزين. معانا توم متقشر، ومعانا خل عنب هناخد برضو منه كمية صغيرة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب البرطمان بتاعنا طبعا مغسول متعقم بالخل تمام. طبعا هنجيب كده الخيار فتحة كده بسيطة عشان كده يبقى كده واخد طعم الخلطة اللي احنا هنعملها، حاجة كده بسيطة. لو حابة يعيش مدة طويلة معاكي ما تعمليش الفتحة دي، يبقى كده يستوي براحته. بس ده كده بيعيش له كده بتاع شهرين او 3 شهور معاكي. نخلل بالطريقه دي وانا مجرباه، فتحه كده بسيطه. لو عايزاه يعيش اكتر من كده ما تعمليش الفتحه دي، بيبقى جميل مخلل الخيار، خصوصا انك عامله كده في البيت على ايديكي، والطريقه دي بيبقى جميل جدا. طبعا كده حاولي تنقي الخيار اصغر من كده شويه او الحجم ده. طبعا كده فتحنا كل الكميه. هنجيب كده البرطمان بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت غسلاه كويس ومعقماه كده بخل، وهنبدأ كده نرص. الخيار كده هو واقف، طبعا ده بيعيش غير كده من المخلل السريع اللي هو بيستوي كده في نفس الساعة وبناكله. نرصها كده كويس عشان كده تشيل معانا كده كمية، تبقى المية مغطياها. اهم حاجة كده تكون الخيار مغسول معاكي كويس، اهم حاجة كده النظافة في الحاجات اللي هتتخلل تكون مغسولة كويس جدا. طبعا كده هنبدأ كده نعمل كده واحد صف كده تاني نرصه. بالطريقة دي. طبعا كده مالينا البرطمان بتاعنا، شايفين كده رصيناه رصه كده جميله ازاي، شايفين كده ازاي كده شال كميه كبيره جدا. طبعا كده مش كتير، حوالي كده 5 فصوص توم بيعملوا لي كده طعم وريحه. 5 فصوص توم بس اللي احنا هنستخدمهم. هنعمل بقى الخلطه بتاعتنا. معانا ميه، دول 5 كوبايات بكوبايه الشاي العاديه اللي هي بتشربي بيها. طبعا على حسب كده البرطمان بتاعك ما يشيل، يمكن يكون اكبر من كده يشيل كمية مية اكتر من كده، بس دول 5 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم كده 3 معالق ملح ونص، وعليهم حوالي اقل كده من ربع الكوباية خل العنب. طبعا الطريقة دي جميلة جدا، نخلي الخيار معاكي كده في منتهى الجمال. ممكن لو مش عندك خل العنب تستبدليه كده بربع معلقه ملح ليمون. طبعا كده هندوبهم كويس مع الخل. طبعا كده بسم الله الرحمن الرحيم هننزل كده المحلول اللي احنا عملناه مع بعض على الخيار. بس مفيش اسهل ولا اجمل من كده مخلل تعمليه كده في البيت وتاكلي منه، وهيفضل معاكي مدة كده حلوة برضو. هنقفل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيبه كده في مكان على جنب عندنا في المطبخ. بعد كده اسبوع او 15 يوم هتفتحي عليه تلاقيه كده استوى، واجمل مخلل ممكن تعمليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.